الى الان ذا الجزء ولا اللي قبله؟ لا، ذا الجزء فيه احداث، بس اللهم الشيء اللي مخربه ان كريتوس مو مندفع ذاك الاندفاع. الجزء اللي طاف بعد كريتوس ما كان مندفع، لكن اول كان اتريس اصغر. ف اعتقد كان كريتوس لا زال، مو مسألة انه اتريس كان صغير اصغر من الحين، كان كريتوس متمسك بطبايعه، لكن اول ان كريتوس توه ما كبر زيادة فلا زال متمسك بطبايعه. زين. ك... النسخة اللي طافت خلينا نقول اقرب لشبابه. زين. فلا زالت الطبايع فيه انه يميل اكثر للعنف. هنا هنا اللي وضحت، هنا واضحة كثير. زين. م- هو مو ما يميل للعنف بشكل شنيع، هو ما يميل للحرب، وما عاد بيعتبر نفسه إله حرب. بس خلاص الرجال تقاعد. زين. مو ب مو ب شو اسمه مستغني بالمره. يعني شوف، لو انه مستغني بالمره كان بيقولك ما بيشيل سلاح، ما بحارب، بس بقعد في البيت بريح ولا يهمني اي شيء، خلى الدنيا كلها تنقلب. لكن يشيل سلاح، يعني اذا احتاج موضوع القوه والعنف بيستخدم العنف، لكن ما لي دخل. احنا ما ميل، هو مركز اكثر على تربيه ايتريس. هنا هنا في النقطة هذه هو مركز أكثر على تربية أتريس أكثر من الجزء اللي طاف، وهذا شيء لحد ما غريب، لأن تغيرت شوي. لان بالعاده ما والله ما ادري اذا صناع اللعبه ركزوا عليها، لان لما يكون عندك ولد وتوه صغير، في لازال مجال اكبر لتعديل الطريق اللي يمشي فيها الولد. زين. لما يكبر الطبايع فيه تبدا، في سمات وفي طبايع تبدا تثبت، ف تنطرها لما يكبر عشان تبدا تشد غلط. زين. بس وين انا قاعد اربي في لعبه. بس يعني اذا بيركزون على التفاصيل هذه جزء منها، لكن هالجزئية، لان هالجزئية فيها احداث اقوى، فيها ضرب، فيها بوسات اكثر من الجزء اللي طاف صراحة.